السلام عليكم على كل اللي بيشوفونا. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مطبخ الامور. ان شاء الله النهارده هنعمل بسكوت جميل جدا وهش وطعمه حلو قوي. يلا نشوف الطريقه والمقادير معانا. معايا المقادير بتاعتي دول حوالي 3 كوبايات دقيق، شوكولاته فرمسيل سودا وملونه هنحطها على الوش، ودي شوكولاته مبشوره، عندي بيضه، رشه ملح، فانيليا، معلقه كبيره بيكنج باودر، وعندي هنا دي نص كوبايه سمنه، ونص كوبايه زيت، وكوبايه الا ربع سكر بودره. هحط الاول حاجه البيضه، وكوبايه الا ربع سكر البودره، هحط رشة فانيليا، لو عندك اللي هي البواكي حطي باكوين. تمام. هقلب لحد ما السكر يختفي خالص مع البيض، يختلطوا كويس بالشكل ده. خلاص كده السكر اختلط كويس مع البيضة. هحط دلوقتي نص كوباية السمنة ونص كوباية الزيت، ولو حابة تبقي الكوباية كلها زيت هيبقى برضو جميل. هقلب لحد ما كله يتجانس مع بعض، يتقلب مع السمنة والزيت. تمام. هحط دلوقتي معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة الملح. البسكوت ده هش جدا وجميل وهيعجب الاولاد قوي، وطبعا هو طريقته سهلة ومش محتاجة تخمير ولا اي حاجة، هنبتدي فيها على طول. تمام كده خلاص المكونات كلها حطيتها. هحط اخر مكون اللي هو الدقيق، وهقلب شوية بشوية لحد ما الاقي المضرب تقل معايا، وبعد كده هبتدي ان انا استعمل ايدي. كده خلاص المضرب تقل معايا. هنقول بسم الله ونبتدي ان احنا نعمل بايدينا. تمام. يعني هدخل بس الدقيق في العجين. طبعا بكون محضره الفرن على درجه حراره 180 لحد ما اخلص يكون الفرن ابتدى يسخن. هحط اخر كميه من الدقيق، عجينه سريعه ومش محتاجه اي مجهود، والنتيجه بتاعتها جميله قوي. زي ما شايفه العجينه خلاص ابتدت ان هي تتكون معايا. زي ما قلت لك في الاول انا مش بعجن، انا بس يا دوبك بدخل الدقيق في العجين. خلاص كده العجينه بتاعتي جهزت. طالما ما بتلزقش في ايدي يبقى هي كده خلاص جميله بالشكل ده. هجيب بقى الصاجه بتاعتي دهنها زيت، هحط العجينه وهبتدي ان انا افردها في الصاج او في الصينيه، واحاول اخليها كلها سوا واحد. تمام بالشكل ده. خلاص كلها اتساوت بقت كلها مقاس واحد. طبعا الحركة دي شيء اختياري بالنسبة لك، حابة تحطيها حابة يعني مش عايزة تحطيها بلاش. هحط دلوقتي الشوكولاتة المبشورة على البسكوت. طبعا الشوكولاتة في الفرن هتسيح وهيبقى طعمها حلو قوي مع البسكوت.
تمام. هجيب دلوقتي الشوكولاتة الفرميسال واحطها كمان على الوش، هي كمان برضو هتسيح. يا ريت تجربوا وصفة البسكوت دي، طريقتها سهلة وبسيطة وهتعجب الأولاد قوي، وتنفع برضو ياخدوها معاهم المدرسة. هضغط ضغطة بسيطة كده على الشوكولاتة عشان تثبت مكانها. بالشكل ده كده خلاص البسكوت بتاعنا خلص، ما خدش وقت كتير في التحضير. هنروح نحطه في الفرن ونشوف شكله بعد ما يطلع. ده شكل البسكوت بتاعنا بعد ما يطلع والشوكولاتة سايحة على الوش. اول ما يطلع من الفرن تبتدي ان انت تقطعيه. هقطعه الاول مربعات بالشكل ده، وكل مربع هقطعه يعني هقطعه على 2. واول ما بيطلع من الفرن بيبقى طري جدا، وبعد كده بيبقى هش وجميل. فاول ما يطلع من الفرن تبتدي ان انت تقطعيه. وده شكل البسكوت بتاع